ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل اللي نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام مصطفى فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي المقاولين. طبعا نادي المقاولين من الانديه الكبيره جدا، لها تاريخ كبير في الدوري الممتاز وفي افريقيا، فهنتكلم عن تفاصيل الاختبارات، مواعيدها وتفاصيلها، اذا كانت كويسه ولا لا ومهمه ولا لا. هنتكلم عن كل التفاصيل دي. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مشتركش في القناه، انزل دلوقتي حالا نعمل اشتراك للقناه. لو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده، اللي بيدينا طاقه ان احنا نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. نادي المقاولين من الانديه الكبيره جدا وعندها امكانيات ضخمه جدا، تابع لشركه عثمان احمد عثمان. يمكن عندها مستشفيات، عندها ملاعب، عندها امكانيات ماديه ضخمه. بس الفتره اللي فاتت كان سمعه القطاع في نادي المقاولين ما كانش احسن حاجه بسبب الاستثمار. كان من اكتر الانديه اللي بتشتغل على الاستثمار في القطاع، كان من الانديه اللي بتطلب ماديات ضخمه جدا. يمكن السنه اللي فاتت الكلام ده كله اتغير. يعني انا تابعت دوري البراعم، يمكن من الفرق اللي عامله نتائج كويسه جدا وشكلت بالفعل فرقه كويسه جدا، وكانت عن طريق كلها اختبارات. ما ننكرش ان نادي المقاولين كل سنه بيعمل الاختبارات دي عشان يقدر ان هو يصرف على القطاع من خلال فلوس الاستثمارات اللي بيبيعها. نادي المقاولين من اكتر الانديه اللي تنتشر اختباراتها في جميع انحاء مصر، يمكن كل محافظه في مكان واثنين وثلاثه، عشان يقدر ان هو يصرف على القطاع من خلال الاستثمارات اللي بيبيعها في جميع انحاء مصر. ولكن برضو خلينا نرجع للنقطه ان انت لو ابنك مميز جدا اكيد هيقبل في اختبارات اي نادي، سواء مقاولين او انبي او اي نادي كويس. الفكره هنا مستوى ابنك فين. لو ابنك كويس روح، لو ابنك لسه بعيد او لسه مش محتاج شغل فانت هتروح تدفع استمارة وهتستنزف مجهودك وهتستنزف امكانياتك المادية على الفاضي. فانت الاولى ان انت تشتغل على ابنك، ولو انت فعلا مقيمه صح او حد مقيمه لك صح تقدر ان انت تروح اختبارات عشان تستفاد منها. مقسمين الاختبارات في الاسبوع من مواليد 2018 لحد 2012 هتبقى سبت واثنين واربع، من مواليد 2018 لحد 2012 سبت واثنين واربع من كل اسبوع، من مواليد 2011 لحد 2006 هتبقى حد وثلاث وخميس من كل اسبوع. عندك فرصه اكتر من اسبوع، ممكن تروح اول اسبوع، ثاني اسبوع، ثالث اسبوع. المهم وقت ما يكون متاح المواعيد بالنسبه لك او خلاص امتحانات تقدر تروح. بالنسبه ل 2005 اجلوا مواعيد اختباراتها لحد بعد الامتحانات، لسه هيحددوا مواعيد اختباراتها. سعر الاستماره 150 جنيه. الاختبارات هتبقى في مقر النادي المقاولين في الجبل الاخضر في مدينه نصر. كل الاختبارات ان شاء الله تبقى الساعه 8 صباحا. هرجع اقول لك لو انت لعيب مميز فقط روح، لعيب مش مميز تقدر ان انت تشتغل على ابنك احسن الفتره اللي جايه. وبكده خلصنا فيديو النهارده. لو انت محتاج اي حاجه تخص الكوره، تخص الاختبارات، تخص النصايح، ممكن تكتب لي في الكومنتات. لو عايز اي فيديو ممكن اعمل لك فيديو باللي انت عايزه ان شاء الله على طول. يا رب تكونوا استفدتوا. استنونا فيديو جديد من قناه يوميات لاعب كره قدم. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى. السلام عليكم.